اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى احنا هنعمل فيديو كده جميل وممتع. الفايش الصعيدي. الفايش الصعيدي اللي الناس بتستصعبه انا هعمله لكم بكل سهوله، والله طريقه جميله جميله جميله. اول حاجه كده انا عندي 4 معالق حمص. الحمص اللي هو بتاع المولد العادي ده. 4 معالق حمص. ممكن ناس تحط سمسم، في ناس بتعمله بفول مدشوش، في ناس بتعمله بعدس، يعني كذا حاجه، بس انا عامله بحمص لان الحمص بيبقى طعمه حلو. وعندي نص كيلو لبن مغلي انا لسه شايلاه من على البوتاجاز اهو. هنزل بيه على الحمص كده في البرطمان ازاز عشان اشوف الخمر بتاعه، يعني كل شويه ابص عليه كده، فيستحسن يكون ازاز. واقلب الحمص باللبن بالطريقه دي، ادوبه كويس، واغطي بقى البرطمان بتاعي. وهجيب حله كده. انا الحله برضو انا مسخناها لان احنا في الشتاء والجو برد. انا حاطه الحله اهو على البوتاجاز مسخناها، وفوطة، واحط بقى البرطمان ده بتاعي في الفوطة كده، واكلفت كده البرطمان كويس وادفيه. وكنت مشغلة فرن البوتاجاز قبلها ب5 دقايق وطفياه، يعني اعمل مكان دافي كده واحط الحلة فيه. تاني يوم بقى انا جبت الخميرة بتاعتي، هفتحها بقى قدامكم ونشوفها اهو. بسم الله، اللهم صل على النبي. بصوا البرطمان اتملى على الاخر. كل شوية كنت ببص عليها لحد ما ايه، الحمد لله كده تبقى ناجحة. بصوا البرطمان اتملى، وتبص تلاقي اللبن من تحت فصل كده عامل زي المية او الشرش تحت كده، والسمسم كله فوق بالشكل ده. كده تبقى الخميرة بتاعتي ناجحة الحمد لله. هعمل ايه بقى؟ انا عندي 4 معالق دقيق. هنزل بيهم على الخميرة دي. شايفين الخميرة عاملة ازاي؟ السمسم كله عايم كده على الوش كده، هو دوت كده. يبقى كده دليل ان الخميرة بتاعتي ناجحة، وان شاء الله يبقوا شوية فايش زي العسل. 4 معالق دقيق بالشكل ده، وهقلبهم في قلب الخميرة بتاعتي اللي انا عاملاها. اقلب الدقيق بقى كويس كله في قلب بعضه كده. دي المرحلة التانية في الخميرة بتاعت الفايش. قلبت بقى كويس اهو بالشكل ده. ادوب بقى لان الخميرة متكتلة كده، فبتغلب شوية في التقليب. بس خلاص كده. نزل كل بقى اللي في المعلقة، واغطي، وارجع اكلفتها تاني زي ما كنت مكلفتها الاول، بس المرة دي بقى لمدة ايه، ساعة كده او ساعة ونص. اجيب الحلة بتاعتي وهحط شوية دقيق في القعر بتاع الحلة، لان البرطمان بتاعي هيفور، والخميرة بتخمر قوي وهتفتح البرطمان اصلا، وتبص تلاقي كل اللي فيها نزل في قلب الحل اهو كده. الدقيق عشان يدفي الخميرة برضو، عشان مش عايزة احط قماش. واغطي برضو واكلفتها، واحطها برضو في مكان دافي زي ما احنا عملنا المرة الاولانية. بعد بقى ساعة ونص كده انا جبت الخميرة بتاعتي، وما شاء الله والله البرطمان اتفتح من كتر الخمر. ده دليل طبعا ان الخميرة برضو ناجحة اهو. شايفين عاملة ازاي؟ هعمل ايه بقى؟ انا كده هربي الخميرة بكيلو دقيق. انا هعمل 5 كيلو دقيق، فانا عاملة كيلو الدقيق هربي بيه، وال4 هعجنهم عادي اهو. طبعا انا عندي مية دافية للعجن عشان ما ينفعش مية ساقعة لان الجو برد. ولازم تدفي الخميرة، هو ده سر نجاح الخميرة، لان في ناس كتيرة ما بتعرفش تعمله، يعني بتعرف كل خطوات الفايش وتيجي على الخميرة بتاعتها بتفشل منها وتبوظ منها. فانت لازم تدفي الخميرة كويس عشان تنجح معاكي. انا هحط اهو الدقيق طبقين كده، واجيب الخميرة بتاعتي. اجيب بقى الخميرة بتاعتي وافضيها عليها كده،
زي ما قلت لكم على كيلو الدقيق. هنزل كل اللي في البرطمان، مخليش فيه حاجه. البرطمان بتاعك نظيف طبعا وغسلاه كويس حط فيه شويه ميه صغيرين عشان ارجه كده وانزل كل الخميره اللي موجوده فيه. كل اللي فيه. خلاص كده. واقلب بقى. انا عايزه عجينه، يعني العجينه بتاعتي سايله عشان تخمر بسرعه، عامله زي عجينه الزلابيه كده، مش عجينه تقيله. كل ما تبقى العجينه خفيفه كل ما تخمر اسرع. في المرحله دي افكك بقى كل الخميره بتاعتي. يا ريت والله انا تعبت في الفيديو ده، انا ما اقولكوش انا عملت الفايش ده في 3 ايام. فيا ريت بقى ما تبخلوش عليا باللايك كده، واذا كنت بتشوف القناه لاول مره يا ريت اشتراك. هقلب بالشكل ده، قلب قلب اهو. خلاص كده. هسيبها بقى تخمر تاني، بس المرة دي حوالي هي ساعة بالظبط، وهتلاقيها ملت الحلة. ونعجن بقى ان شاء الله على طول. عدى برضو حوالي ساعة كده، والخميرة بتاعتي خمرت على الاخر. انا هنا عندي بقى 2 كيلو لبن، بنزل بيهم كده. اللبن دافي برضو اهو. وعندي كوباية سكر، انا حاطة كوباية في العلبة كده. في ناس بتحط كوبايتين. وحطيت 4 معالق محلب، انا طحناهم في الخلاط بشوية سكر، وادي شوية ملح بساط يعني. وعندي حوالي 4 برضو معالق كركم. وهنزل بيهم بالشكل ده، وتقليبة بقى كله كده مع بعض. يبقى انا عندي كده اللبن والمحلب والكركم والسكر وشوية الملح الصغيرين. وادوب بقى كله كده مع بعض. ولازم احط الكركم مع اللبن، ما ينفعش احطه على الدقيق عشان يبقى كله لون واحد، يبقى الفايش بتاعك متوحد اللون بتاعه. بعد كده بقى انا عندي 5 كوبايات سمنة، بس مش هحطهم كلهم، بحط نصهم، والنص الباقي بحطهم في اخر العجين. يعني كل كيلو دقيق بيعوز كوباية سمنة. وعندي كيس بيكنج باودر، ده البيكنج باودر ده بيخليه هش كده وبيخليه جميل. هنزل بيه على الدقيق. وعندي بقى الخميرة بتاعتي اللي انا خمرتها اهو، بنزل بيها على الحاجات اللي انا حطيتها دي. شايفين كلها خطوط كده تبقى خمران. والم كل العجين اللي عندي بالشكل ده. وادوب بقى كله مع بعضه كده اهو بالشكل ده. وبعد كده بقى هنزل بالدقيق كده واحدة واحدة لحد ما اخلص كمية الدقيق بتاعتي. انا كده العجين جاهز كده. حطيت بقى الدقيق كله، وحطيت بقية السمنة اللي كانت موجودة عندي بالشكل ده اهو. بص هلم بقى واشرب السمنة كلها. شوف العجينة بدأت تلمع وبدأت تبقى ناعمة وعاملة ازاي
هو كده تبقى العجين اتخدم وبقى كويس. وادخل كده كل السمنة كده اللي انا حطاها في الاخر دي عشان العجين يشربها بالشكل ده. بس اما تلاقي بقى العجينة نعمت كده وبتتفرد في ايدك كده، يبقى كده خلاص هي كده مظبوطة. هي ما بتعوزش اي سوائل، هما الاتنين كيلو اللبن بيعجنوها. بس حسب نوع الدقيق برضو، لو عايز شوية مية هتزودي يعني. حاجة كده ملبن. شوف الدقيق والعجين والله العظيم عامل زي الملبن في ايدي كده. انا عايزة اقعد اعمل فيه كده وما ازهق، يعني ما تزهقيش من العجين بتاعه. العجين بتاعه حلو. خلاص كده هفردها بقى في الطبق بتاعي بالشكل ده، وهسيبها بقى لحد ما تخمر، وهقول لكم على طريقة التقطيع ازاي. الفايش بتاعنا خمر اهو ما شاء الله. شايفين ملا الطبق وعامل ازاي. هجيب بقى الصواني بتاعتي هدهنها زيت دهنة حلوة كده، وهقطع الفايش بتاعي. ادهني من جميع الجهات عشان ما يلزقش. وادهن ايدي زيت واخد حتة كده، هتلاقي معاكي عجينة خفيفة والله خفيفة خالص في ايدي. بصوا عاملة ازاي. وهلمها كده واحاول ما العبش فيها كتير يعني عشان الخمر بتاعها ما يروحش. وبططها تبطيطة بسيطة كده بالشكل ده، واعمل غيرها. ادهن ايدي زيت اهو، وتلم كله لجوه كده، تلميها زي الكورة كده. وفي ناس بتعمله صوابع، بس انا لقيت الطريقة دي اسهل واسرع بكتير يعني دي صح ودي صح، بس دي اسهل. وتبططي كده بالشكل ده. العجينة معاكي ملبن جميل. الصينية بتاخد حوالي 3. التالتة بالشكل ده. ألم كده بالراحة. وبالشكل ده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. شايفين العجينة ناعمة وحلوة ازاي. هنا بقى انا قطعتهم كلهم بالشكل ده اهو ما شاء الله، وهسيبهم برضو يخمروا شوية. انا حطيته بقى في الفرن وطلع اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم بقى في الجمال اهو. هسيبه بقى يبرد شوية وبيتقطع وبيتلدن، ودي اخر مرحلة بقى. شايفين شكله في الفرن عامل ازاي جميل ازاي. النار بتبقى هادية عشان يبقى مستوي حلو. واما يبرد خالص ما ينفعش يتقطع وهو سخن، اما يبرد خالص يتجاب بقى ويتلدن ويبقى كده خلاص. الفايش بتاعنا الجميل بقى برد وقطعته. شايفين عامل ازاي والله عامل زي الكيكة بالظبط. شايفين مفرغ ازاي من جوه. الفراغات دي ان هو كده مش مكتوم ولا ان هو ناقص خمر، كده خمران تمام و10 على 10. ارصصه كده بقى واحدة جنب واحدة
واحطه في الفرن للمرة التانية اللي احنا ده بنسميه بقى ان هو كده بيتلد. حاجة كده عظمة. لدنت بقى كله زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، حاجة كده فاخر من الاخر. ايه رأيكم؟ مفيش كلام. بصوا خفيف وهش وعامل ازاي. هو كده يبقى كده 10/10. اتمنى بقى يا رب كده ما تنسوش اللايك. والله انا تعبت جدا في الفيديو ده، انا قعدت 3 ايام زي ما قلت لكم والله بصور فيه. فيا ريت كده ما تبخلوش عليا باللايك، واذا كنت بتشوفوا القناة لاول مرة يا ريت اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.